طبعا عايزين تعرفوا ايه اللي حصل لما اتقابلوا. اللي حصل ان كلهم اتجمعوا في نفس اللوكيشن الساعة 5 ما عدا نعومي، ولكن بعد كده بيرجعوا بالأحداث ويذكروا بقى كل واحد ازاي دخل أصلا ابلكيشن دكتور فرويد. وبعد كده بيظهر دكتور فرويد على الشاشة وبيقعد يكلمهم وبيقول لهم ايه اللي جمعهم هنا، وان اللي حصل ده خلل في المجموعة بتاعتهم هي لوحدها بس. ولكن طبعا علشان في ناس مش فاهمة على الأبيض، فأدهم كده بيقوم يقول لهم ايه من الآخر كده يا جماعة، تيا مهكرة كل تليفوناتنا. وفي نفس الوقت بقى وهم عمالين ياخدوا ويدوا مع بعض في الكلام ويفكروا في ايه ومين اللي بيعمل ايه ومين مهكر تليفوناتنا وازاي ومش عارفه ايه، نعومي بتكون راجعه مع ابوها علشان تدخل البيت لما امها ذهبت البيت وقفشت ابوها مع سوزي. تمام، تقوم راجعه هي البيت هي وابوها، فامها بتقول له انت مش هتدخل البيت خالص، انت مالكش حاجه في البيت نهائي. فنعومي بتقوم مديها كلمتين، بتتحمق بقى طبعا لابوها، تقوم امها تقول لها اطلعي بره انتي وهو، يلا مع السلامه. تيجي تمشي معاه يقول لها لا يا حبيبتي رايحه فين، استني ده بيتك، انتي تقعدي هنا ما تمشيش. تقول له ايه ده انت بتخلع ولا ايه، ده انا لسه مسمعه كلمتين دلوقتي علشانك، هتسيبني؟ يقول لها ايوه ده الصح. تيجي هي تقوم مميله طبعا على سوزي، سوزي يرضيكي كده انتي الحنيه. قامت قالت لها ايه لا يا حبيبتي بابا اضرب مصلحتك. هنا بقى ايه نعومي بتاخد صدمه بقى كده، ماشي، قاتله قاتل جت في مقتل. فامها بتيجي بكل شماتة وتقول لها يا عيني عياطي عياطي سابوكي. بتقوم طالعة اوضتها، وطبعا بقى مش طايقة نفسها ولا طايقة اي حاجة. يعني هي لو كان شافت الشلة دي كلها تقريبا مقتولين ما كانتش اتصدمت الصدمة دي. يونس بقى ايه اسم الله حبيب امه، قام فايق بقى وقام عامل ازاي، بصوا انا مش هسكت، قام فاتح اللابتوب وقام داخل عامل لهم ازاي، بصوا انا بقيت خلاص ادمن في فرويد، بصوا الابليكيشن ده بيتفتح من مكانين، مكان كده ما نعرفوش ومكان تاني اهو. قامت ايه تيا حبيبه قلب امها برضو قامت رد قالت له ايه ده عنوان نعومي. قال لها وانتي عرفتي منين؟ تقول له ايه الذكاء ده يعني تستنصح يعني، ما هو ده العنوان اللي احنا رحنا لها قبل كده عليه. يقولوا اه صح ايوه. بعد كده يقوموا يقولوا ايه طب خلاص يلا بينا نكلم نعومي. فتقوم تيا تقعد ترن على نعومي، ترن على نعومي، ترن عليها ما تردش طبعا نعومي، ما هي مش قادره. ده كده في الاخر تقول ايه على ام الزن، تقوم رده تقول لها ايه يا تيا في ايه، فتقول لها طبعا بقى البت هبله معرفش ايه الطريقه اللي هي اتكلمت فجاه بيها ديت، انتي ايه ناويه تعملي ايه في خططك، تعمل لها كده. فنعومي بتقوم متنحه كده وتقول لها ايه العبط ده، بقول لك ايه يا تيا مش عايزه حد يكلمني. فتقول لها طب خلاص انا هجيلك البيت. تقول لها لا انا مش في البيت، انا في السخنه مع بابا ماشي، وتقوم قافله السكه. يونس طبعا ايه الفلحوس اللي فيهم يقوم قايل لها ايه لا نعومي بتكذب، نعومي في البيت اهو، موبايلها هناك في البيت اهو اللي كان تليفونه مركوب اكتر من شهرين 3 دلوقتي فاقوا بيقول ايه لا ده تليفونها مش عارفه في البيت. يقوموا يقولوا ايه بقى يلا بينا كده بربطة المعلم كلنا نطلع الاول على اللوكيشن. يروحوا على اللوكيشن، ها هنعمل ايه، ادينا رحنا اللوكيشن ندور فين، ندور على مين. قامت ايه تي حبيبه قلب امها تقول لهم ايه انا كنت شفت اسم على البورد باسم هشام، هو ده ممكن يكون دكتور فرويد علشان كان جنبيه صورة دكتور فرويد. يقوموا يقولوا ايه تمام قشطة يلا بينا ندخل نسأل على دكتور هشام ده. يخشوا يسألوا عليه يلاقوه ميت، الدكتور ده ميت وقافل العيادة بتاعته من شهر ماشي. يقوموا متنحين كلهم كده، طب نعمل ايه لا احنا نطلع ايه في العيادة بتاعته نشوف في ايه فوق. الامن طبعا ما بيرضاش، يوم ايه يزن بقى ايه الحرك اللي فيهم، يوم مطلع ايه متناية ويقوم ايه غامز الامن بيها، يقول له ايه دخلنا بس وانا هرضيك. يقول له تعالى اطلع يا حبيبي شوفوا بس انتوا خليكوا قد الامانه ماشي. يقول له ما تخافش عيب عليك. بيطلعوا بقى ويقعدوا بقى يلفوا بقى في العياده كلها ويدوروا. طبعا يونس قلب امه طبعا ماسك الكمبيوتر وعمال بقى شغال فيه بقى ورك عشان يلاقي اي دليل. في نفس الوقت تقوم هنا حبيبتي طبعا نصحى الذكيه هي الاولى طبعا على دفعتها، تقوم مطلعه ملف كده تقول لهم بصوا الملف ده باسم نعومي بس فاضي ما فيهوش ورق، ومتشخصه ان هي كمان ايه كدب لا ارادي. طيب وبعدين نعمل ايه، ها يا يونس وصلت لحاجة حبيبي؟ وصلت. الكمبيوتر ده يا جماعة امكانياته عالية والله العظيم، ما ينفعش اصلا يبقى دكتور نفسي عنده كمبيوتر بالامكانيات دي، ده اكيد كده ايه في حاجة الكمبيوتر ده.
طب يا حبيبي خد الفلاشة دي، لم عليها اللي تقدر تلمه من كل حاجة تخص دكتور فرويد، ويلا بينا احنا لازم نروح لنعومي، هي اللي تفهمنا الليلة. ويقوموا رايحين كده بربطة المعلم، رايحين على نعومي. امها طبعا تقول ايه؟ انتوا عايزين ايه؟ مش هدخلكم البيت، مش هندهلها غير لما افهم فيه ايه. هما طبعا واقفين تحت، يا نعومي يا نعومي انزلي انزلي تعالي اللي عايزين نتكلم معاكي. تحس ان هما يعني مش عارفه في ايه. فتقوم ايه نعومي نازله على صوتهم في ايه مش عارفه ايه. فهم يقولوا لها ايه كنت في السخنة؟ فتقول لهم ايه مالكم في ايه مش عارفة ايه. وهي طبعا طبعا مش فاهمة اي حاجة ومش عارفة اي حاجة. والى هنا انتهت حلقتنا. تمام. ولو انتوا عايزين تعرفوا بقى باقي ملخصات الحلقات او اي ملخصات تانية او بتحبوا الفويس اوفر، تابعوني بقى ماشي، عشان خاطر انا الصراحة بتعب والله العظيم. ماشي. يلا سلام.